السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة دنيا طاهر، مدير إدارة الإرشاد ومديرية الطب البيطري بسوهاج. النهارده كل سنة وانتم طيبين. جايين نتكلم عن الأضحية وكيفية اختيارها ومواصفات الأضحية السليمة. أول حاجة نتكلم عنها عمر الأضحية اللي احنا واحنا بنشتريها بنشوف سنها كام. بالنسبة للضأن بتكون سنها مش أقل من 6 شهور، بالنسبة للماعز حوالي سنة، بالنسبة للأبقار والجاموس مش أقل من سنتين، وبالنسبة للجمال مش أقل من 5 سنين. شروط الأضحية المفروض الأنف ما يكونش فيه أي إفرازات زيادة، ما يكونش فيه أي قشور. بنبص للعين بنلاقيها براقة ولامعة ما فيش فيها أي إفرازات. هنبص على الفم ما يكونش فيه أي تقرحات أو فيه أي سوائل نازلة من الفم غير طبيعية. بنبص على القرن بتاعه ما تكونش القرن مكسور أو الودن بتاعته بتبقى مقطوعة. لما بنبص على بعد كده الفروة بتاعة الحيوان أو الشعر أو الصوف ما يكونش سهل النزع، ما يكونش فيه فراغات أو أماكن فاضية. الشكل العام بتاع الحيوان بيكون ممتلئ باللحم، وبنلاقي منطقة البطن بتكون ما فيهاش فيها أي انتفاخات. لو بصينا على القوائم بتبقى القوائم كلها كاملة وما فيش فيها أي كسور. بنبص على منطقة اللية أو الديل، بالنسبة للحيوان ما يبقاش فيه أي قطع أو بيبقى مش موجود. والهيئة العامة بيبقى فيه حيوية شديدة، ما يكونش الحيوان محموم، وكمان ما يكونش فيه أي إسهالات بتبقى موجودة في القوائم الخلفية بالنسبة للحيوان. العامة بالنسبة للأضحية إن المفروض إن احنا نشتريها قبل العيد بعدة أيام وبنغذيها تغذية صحية وسليمة. كمان إن احنا قبل الذبح بنصومها عن الأكل لمدة يوم كامل، وبنصومها عن شرب الماء لمدة 3 ساعات. ممنوع منعا باتا احنا نذبح أي حيوان مريض أو محموم. آخر حاجة المفروض إن احنا بنسن السكين كويس قبل الذبح وبنكبر، وعند الذبح ممنوع قطع الحبل الشوكي. وكل سنة وانتم طيبين.